على موسيقاك أدمروسا. كانت خطيئتي حينما اعتنقتك ديانة خارج معتقداتي، حتى أمسيت زنديقا خلعتني القبيلة. ها أنا ذا صعلوك يأكل ذيل الأفاعي، فقدت أدواتي أنام نوم الظباء، أؤلف لغتي الجديدة، أعري الأشجار من ذاتها، أتأمل عهر الأغصان حين يلتف بها الريح مضاجعا، أشرب من ندى زفيري، أستنشق الليل عبقا وأتشرد شهيدا، ألملم أشلاء التراب المبعثرة على جفني الغياب، وأصنع بيتا من غبار يطارده الريح كيفما اتفق، وأنشد حنيني موسيقى صاخبة على إيقاع إفريقي مارد، فينقطع الوتر ملتفا حول ساعدي ليوقف معزوفة نازفة من محراب قمتي، ويلقي بكل ينابيع أسفل قبري، ويجمع الكلمات في قاموس ناري، هيهات أن ترصد احتضاراتي أيها الوتر، لحن لا يخضع لمقاماتك ولا لإيقاعك الشرقي أو الغربي، هكذا أغني أغنيتي على أبواب الخريف، هكذا أهاجر يا وطن. اختار لها هذه القصيدة ليعلن عشقه أو ربما ثورته. كان سيروز يرى في عشقه لسيهيف ثورة مضادة، ربما كان هذا سر تمرده على مبادئ الثورة المجتمعية الداعية إلى التحرر، فكانت صرخته في ذكرى استشهاد أخيه دعوة لسيهيف كي تتحد معه ليعلن أطروحته. كانت ثورته تحتاج إلى امرأة بثورية أمنا خديجة، فاختار قمة قازقلي. كان يؤمن أن الثورات المضادة تحتاج إلى أرض مقدسة كي تنطلق. كانت شهادة أخيه في الصراعات الدائرة في البلاد أرهصت إيمانه بالثورة المجتمعية، وكردة فعل بدأ يخلق فلسفته بعيداً عن كل الإيديولوجيات. كانت هذه ربما خيانته الأولى، إلا أنه رأى فيها الخلاص من ثقافة الحرب. وفي إحدى زياراته لمزار الشهداء وقريباً من مقبرة أخيه جاءته سيهيف في هيئة فتاة عذراء، وبدأت تحدق به 7 ثوان كانت كافية لتعلن نفسها سيهيف. نعم، 7 ثوان كافية لتصنع عاشقاً في قازقلي. قال سيروس في سره: يحاصرني واقع أجيد فهمه، لكنني عاجز على تغييره ومرغم على الرضوخ له. وأضاف في سره: جيش مشاعري يرغب في إنشاء قواعد عسكرية على جفنيك لضمان حرية الملاحة العشقية في بحار عينيك. قالها آل باتشينو: كلكم عشاق أو مظلومين، هذا لا يعقل. أليس فيكم خائن شجاع يكتب عن خيانته؟ ربما كان سيروز ذلك الخائن، من يدري؟ زمون استدي تنايا. مثل كردي بليغ يعبر عن تحريف الحقائق باللغة المحكية. سيهيف لم تعرف بعد أنها سيهيف، أو أنها يمكن أن تمثل دور سيهيف بإتقان، كونها ابنة المسارح وتنحدر من عائلة تحب المسرح والأعمال الأدبية. حاول سيروز مرارا أن يصنع منها سيهيف، فبات يحاولها بقصائد متسكعة على أبواب الأدب، وأخذ يحصي لها صفات الآلهة 100 التي يؤمن بها في عقيدته وإيديولوجيته. فتولد هذا العشق بعد إجهاض استنزف رحم الثورة، وكلما اشتعلت فتيلة الحرب تصاعد الشوق بينهما بتناسب طردي وفقا للتعبير الرياضي. كان سيروز يتقن فنون الكر والفر في معارك العشق،
ويحكم سيطرته على زيت الفتيلة. ظلت الفتاة حائرة من أمره وبدت تسأله: ماذا تريد مني؟ إنك دوامتي التي لا أستطيع النجاة منها. أراد منها سيروز بعضا مما أرادته أحلام مستغانمي من سي خالد، حيث استهوتها لعبة الكلمات وراحت تقسو على الحب إكراما للأدب. أوليس السقوط عشقا أكثر انتصاراتنا ثباتا؟ رغم أن سيهير كانت تؤمن بمبادئ الثورة المجتمعية، إلا أن جانبا منها ربما كان الأكثر فتكا بها، حيث لم تكن تعتبر نفسها منتمية لهذا الزمان والمكان. رغم تمسكها بمفاهيم الثورة المجتمعية، كان هذا ما يجعل سيروز يرى فيها سيهير، لكن إلى مدى هو نفسه لم يكن يدري. قال لها سيروز ذات مرة: أنت امتداد جرحي، أشتهيك حينما ينزف منك دمي. أرهقت هذه العبارة كاهل مثاليتها التي ما برحت تستحم برماد عذريتها. لم يجعل منها سيروز بطلة الرواية التي لم يكتبها خشية عليها من الموت، فالكائنات الحبرية لا تنجو من الغرق على بياض الورق. كان سيروز يخضع الفتاة لتجربة عشق سرمدي، فبات يداهم أوكارها في عمليات نوعية مستخدما شتى أنواع الأسلحة المحظورة عشقيا. ففي بلادي كل الأسلحة مستباحة لقتل العشاق، ومنظمة حقوق العشاق لم تؤسس بعد، وما زالت فكرة يحلم بها العاشقون. ولكن إن تأسست ألن تتقاعس عن أداء مهامها ومسؤولياتها التاريخية كحال لسان تلك التي في وطني؟ الكل خطأني بها يا روان جومي، الكل خطأني بها يا روان جومي، والكل خطأها بي، فشرف الحب أن يكون الخطيئة الكبرى أمام عبثية الوجود وفوضى الإيديولوجيات. كان سيروز يرى في عشقه أطروحة مضادة للثورات الدائرة في البلاد، ويعلن حالة الحب والوئام مفتاح الحل لأزمة ربيع الشعوب الذي تحول إلى خريف تتساقط فيه مبادئ الثورات كورق الشجر واحدة تلو الأخرى. قالها ذات مرة: العشق الذي يولد في الحروب دعوة لتصفية القلوب، هو ليس بهروب. لم يكن يدري سيروز لما اتخذ لعقيدته شكل امرأة اسمها سيهير. هل كان بدافع جنسي؟ أم أنه يحن إلى تلك الآلهة التي نظمت المجتمع الإنساني؟ أم أنها خطيئة آدم؟ هو نفسه كان أسير دوامته، فكيف يجيب على تساؤلاته؟ إلى أنه وضع كل إيمانه فيها وبات يثق بها مطلقا. كانت مثالية أو ربما قادرة على أن تتخذ ذاك الدور بمنتهى الدقة، حيث بدا دور سيهير يمثلها كحقيقة واقعية أكثر من أنه مجرد دور. لكن مع تقدم مراحل الحرب في البلاد بدأت هذه الفتاة تخضع لضغوطات سياسية ما أفقدها توازنها النفسي والروحي، وأصبحت تتناقض وفقا للتقلبات في البلاد، ورويدا باتت تتجرد من هوية سيهير، أو ربما قررت أن تأخذ استراحة. ألا يعقل أن تكون المسرحيات بمشهد واحد؟ لابد من فاصل أو بريك كما يسمى في لغة المسرح. كانت تنازع الموت وهي تنجرد من هوية سيهير التي أثقلت كاهلها. فهذه الحياة تخيرنا ما بين الوفاء والخيانة. الوفاء لمبادئنا لقاء الموت في سبيلها، أو الخيانة لقاء الحياة في سبيلها. وقعت أمام هذا الخيار لأنها كانت امرأة بينية، كان لابد أن تختار كي تحيا، وبررت خيارها بأن الحياة غابة والبقاء فيها للأقوى. فقد سيروز أدوات الحل لإنهاء هذه الحرب الضروس، والتي لم ينجو منها البشر ولا الشجر ولا الحجر. أما سيهير فقد تحولت
إلى طرف أساسي من أطراف الصراع الدائر، أو ربما كانت في الأساس طرفاً وجاءت لتقضي على حلول السلام الذي طرحها سيروس في مسيرته. حرصاً عليها قام سيروس بإعلان شهادتها غيابياً دون العثور على جثتها، فيما لا يزال يختلف غياب جثتها ذريعة للبحث عنها. حرصاً عليها قام سيروس بإعلان شهادتها غيابياً دون العثور على جثتها، فيما لا يزال يختلف غياب جثتها ذريعة للبحث عنها. أسعدتم مساء. أعددت هذا الفيديو لأقوم بتعقيب نقدي حول القصيدة والقصة التي قرأها الصديق القاص صلاح رشيد الذي يعرف بسيروز، وعلاقتي معه ليست حديثة العهد، وإنما تعود لسنوات دراستنا الجامعية. اليوم أعد هذا التعقيب، هذا الانطباع النقدي الآني لنتتبع سويا الأفكار والشجون التي وردت في تلك القطعتين الشعرية والقصصية. أراد هنا سيروز في قصيدته أن يعيدنا لمكنونات الحب النقي المتصف بنزعة مثالية ترقى عن كل ما يخرج الحب من نطاقه الروحي السامي للحالة الواقعية التي تنشغل بالعوالم الحسية وتنكمش في إطار سطوة المفاهيم المادية والنفعية التي ترهق العاشق وتجعله يعيش أسير متاهته المغلقة في نهاية المطاف. ها أنا ذا صعلوك يأكل ذيل الأفاعي. عبارة مؤلمة وتدل على حالة الاغتراب الفردية التي يعيشها الشاعر في ظل مجتمع الحرب إن صح التعبير، مجتمع أرهقته النكبات، المآسي، الفواجع شبه اليومية. نلحظ تكرار فعل الحاضر، فعل المضارع، أشرب، أطارد، وهذا إن دل فيدل على حالة الشاعر اليومية ومواكبته للحدث بمنعكساته الإيجابية والسلبية النيرة والمعتمة. نجد أن
أشرب، أستنشق، تلك المفردات تتوالى في هذا النص لتدلنا على حالة الاستنفار الداخلية التي أجاد الشاعر وضعها بتراتبية وتناسق. لا شك أن تجربة الشاعر الشعورية هي نتاج حالة تراكمية، حالة من القهر المتراكم، من الخيبات المتراكمة. ونجد أن هذه القصيدة تكاد تكون مؤلفة من عدة ومضات شعرية استخدم فيها الشاعر تقنية التكثيف والأدوات التي جعلته يطلق ما في الأعماق. وينهي قصيدته بصرخة مؤلمة: هكذا أكتب يا وطني. الوطن هنا الرحم الذي يحاول الشاعر الرجوع إليه، وهو الأذن التي يرتجي الشاعر أن تظل تلازمه. اختار لها هذه القصيدة ليعلن عشقه أو ربما ثورته. كان سيروس يرى في عشقه لسيهير ثورة مضادة. ربما كان هذا سر تمرده على مبادئ الثورة المجتمعية الثورة المجتمعية، ما هي الثورة المجتمعية التي يحتج عليها القاص هنا في قصته؟ لا شك أن الثورة المجتمعية ليست عبارة عن يافطة ترفع وأيدي تصفق خلفها وألسنة تصرخ لتعبر عن هذيانها بجملة شعائر ولا ترتقي إلى حد الشعارات. هنا يتهكم القاص على ثلة ممن وظفوا المفاهيم الفكرية على نحو مغالط، على نحو يبعد الفرد عن نفسه، عن إنسانيته، عن تعامله الصادق مع الآخر. فكانت صرخته في ذكرى استشهاد أخيه دعوة لسيهير كي تتحد معه ليعلن أطروحته. كانت ثورته تحتاج إلى امرأة بثورية أمنا خديجة. لا شك أن الثورة دائما تحتاج إلى كلا الجنسين كي يتم تدشينها على نحو صحيح، على نحو ذو أثر، إلى أن القاص هنا يكشف لنا عن هذا الانفصام الجنسوي الذي تعيشه
المرأة الشرق أوسطية ومع الرجل الشرق أوسطي إن صح التعبير. فاختار قمة قازقلي. كان يؤمن أن الثورات المضادة تحتاج إلى أرض مقدسة كي تنطلق. كانت شهادة أخيه في الصراعات الدائرة في البلاد أرخصت إيمانه بالثورة المجتمعية، وكرده فعل بدأ يخلق فلسفته بعيدا عن كل الإيديولوجيات. هنا خيار الإنسان المبدع المعرفي، وهو أن يجد لنفسه طريقا قادرا عبر هذا الطريق أن يبدع ويهب، لا أن يكون مجرد ببغاء يتلقف الشعائر والأوامر ويكون فردا آليا ضمن مجتمع القطيع. كانت هذه ربما خيانته الأولى، إلا أنه رأى فيها الخلاص من ثقافة الحرب. وفي إحدى زياراته لمزار الشهداء وقريبا من مقبرة أخيه جاءته سهير في هيئة فتاة عذراء وبدأت تحدق به 7 ثوان. كانت كافية لتعلن نفسها سهير. نعم، 7 ثوان كافية لتصنع عاشقا في قازقلي. قال سيروس في سره: إنه يعبر عن تفاصيل محنة عاطفية كان لها شديد الأثر على ذات الإنسان المرهف. كيف يتعارض الحب مع تلك القيم التي يزعم المرء أنه مؤمن بها؟ كيف يتعارض السلوك مع الإيمان؟ هذا ما يحاول القاص هنا التنقيب عنه. يحاصرني واقع أجيد فهمه، لكنني عاجز على تغييره ومرغم على الرضوخ له. وأضاف في سره: نعم، ليس في ليس في بقاع الحرب إلا الرضوخ والتسليم بما يحدث، لأنه كما يقال: العين بصيرة واليد قصيرة. جيش مشاعر يرغب في إنشاء قواعد عسكرية على جفنيه لضمان حرية. يوظف القاص هنا تعابيرا شعرية لإدخال المتلقي في حالته الشعورية. إلاحة العشقية في بحار عينيه. قالها آل باتشينو: كلكم عشاق أو مظلومين، هذا لا يعقل. أليس فيكم خائن شجاع يكتب عن خيانته؟ ربما كان سيروس ذلك الخائن، من يدري؟ زمون يستدعي ثنايا. مثل كردي بليغ يعبر عن تحريف الحقائق باللغة المحكية. سهير لم تعرف بعد أنها سهير، أو أنها يمكن أن يحتج الكاتب هنا على نخبة من الببغائيين ممن يجيدون حفظ الأفكار النظرية ويبرعون بالأحاديث، لكن دون ما أن يتمثلوا سلوكا بما يزعمون أنهم قد اعتنقوه وفهموه. هنا يكشف القاص عن هذه الازدواجية العفوية التلقائية التي يعيشها ويعاينها الإنسان الذي يتشبث بمجموعة قيم ومعايير إيديولوجية، لكنه في الواقع لا يتمثل بها سلوكا، وبالتالي يخدش ذات الآخر، خاصة إن كان ذلك الآخر هو المحور لعلاقة عاطفية إنسانية تتطلب من الفرد أن يكون صادقا في سلوكه بقدر ما يزعم
أنه صادق لقناعاته الإيديولوجية. تمثل دور سيهير بإتقان كونها ابنة المسارح وتنحدر من عائلة تحب المسرح والأعمال الأدبية. حاول سيروز مرارا أن يصنع منها سيهير، فبات يحاولها بقصائد متسكعة على أبواب الأدب، وأخذ يحصي لها صفات الآلهة المئة التي يؤمن بها في عقيدته وإيديولوجيته. فتولد هذا العشق بعد إجهاض استنزف رحم الثورة، وكلما اشتعلت فتيلة الحرب تصاعد الشوق بينهما بتناسب طردي وفقا للتعبير الرياضي. كان سيروز يتقن فنون الكر والفر في معارك العشق، ويحكم سيطرته على زيت الفتيلة. ظلت الفتاة حائرة من أمره، وبدت تسأله: ماذا تريد مني؟ إنك دوامتي التي لا أستطيع النجاة منها. أراد منها سيروز بعضا مما أرادته أحلام استغاني من سي خالد. نعم، يتمتع القاص بروح المقارنة وسلاسة الانتقال من فكرة لأخرى، من محاولته للتنقيب عن حقيقة تلاطم أمواج الرغبات الإنسانية ما بين رغبة وتمنع، ما بين صدق وتزييف، إلى ما هنالك. يحاول إدخالنا في عدة قرائن ومقارنات ما بينه وما بين حالة الروائية أحلام مستغاني في تعاطيها مع شخصيات الرواية. إنه يقيم سجالا ضمن القصة التي يطرحها، حيث استهوتها لعبة الكلمات وراحت تقسو على الحب إكراما للأدب. أوليس السقوط عشقا أكثر انتصاراتنا ثباتا؟ رغم أن سيهير كانت تؤمن بمبادئ الثورة المجتمعية، إلا أن جانبا منها ربما كان الأكثر فتكا بها، حيث لم نعم، هنالك جانب أكثر فتكا، بالذات حينما يعيش الإنسان انفصاما ما بين الأفكار التي يؤمن بها وما بين السلوك الذي يدفعه عادة للمغالاة، وكذلك الابتعاد عن حميمية العلاقة الإنسانية، وأيضا ديمومة هذا الارتطام النفسي بين الرجل والمرأة في لحظات العشق. فكل إيديولوجيا أو قناعة تجعلنا من خلالها نفقد تواصلنا الصادق مع من حولنا، فهذا وإن دل يدل على إفلاسنا الاجتماعي، إفلاسنا الفكري، وبالتالي فقداننا للذات نتيجة ابتعادنا عنها ببساطة. تعتبر نفسها منتمية لهذا الزمان والمكان، رغم تمسكها بمفاهيم الثورة المجتمعية. كان هذا ما يجعل سيروز يرى فيها سيهير، لكن إلى متى هو نفسه لم يكن يدري. قال لها سيروز ذات مرة: أنت امتداد جرحي، أشتهيك حينما ينزف منك دمي. ألهقت هذه العبارة كاملة مثاليتها التي ما برحت تستحق برماد عذريتها. لم يجعل منها سيروز بطلة الرواية التي لم يكتبها خشية عليها من الموت، فالكائنات الحبرية لا تنجو من الغرق على بياض الورق. كان سيروز يخضع الفتاة لتجربة عشق سرمدي، فبات يداهن أوكارها في عمليات نوعية مستخدما شتى أنواع الأسلحة المحظورة عشقيا. ففي بلاد يوظف القاص التعابير الشعرية لجذب المتلقي فنيا ولتحقيق ذلك التفاعل الفني
ما بين المبدع والمتلقي. كل الأسلحة مستباحة لقتل العشاق، ومنظمة حقوق العشاق لم تؤسس بعد. نعم، لا وجود لمنظمة حقوق العشاق، لا وجود لقانون يحاكم الخونة في ميدان العشق، وبالتالي فإن ذلك يثقل كاهل المرهفين والمثاليين. فكرة يحلم بها العاشقون، ولكن إن تأسست أن تتقاعس عن أداء مهامها ومسؤولياتها التاريخية كحال لسان تلك التي في وطني. الكل خطأني بها يا روان جمي، الكل خطأني بها يا روان جمي، والكل خطأها بي. فشرف الحب أن يكون الخطيئة الكبرى أمام عبثية الوجود وفوضى الإيديولوجيات. كان سيروز يرى في عشقه أطروحة مضادة للذرات الدائرة في البلاد، ويعلن حالة الحب والوئام مفتاح الحل لأزمة ربيع الشعوب الذي تحول. بالعشق أراد القاف الظهور بمظهر المدافع عن القيم التي توشك أن تسقط إثر سوء التصرف. خريف تتساقط فيه مبادئ الثورات كورق الشجر واحدة تلو الأخرى. لما اتخذ تخضع لضغوطات سياسية. وأخيرا بإمكاننا القول هنا أن هذه القصة استطاعت أن تعالج مواضيع عدة، كان العشق محورها، ويعتبر العشق بوابة لفهم الوجود، لفهم الوطن، لفهم حاجة الإنسان، ودون الإلمام بفلسفة العشق لا يمكن الوصول إلى مجتمع أفضل. هذا ما أراد الكاتب حسب ما وجدته إبرازه. دمتم بخير، وكل التحية والمودة للأخ القاص صلاح رشيد، وأتمنى له دوام الصحة، الحب والسعادة. دمتم معرفيات ومعرفيين.